بيقول لك غير الكاوتش وروح مطرح ما تروح. يلا يا جماعه نشوف الناس بتقول ايه. معانا كاوتش عربيه، بصوا يا جماعه ممسوح ازاي. بيقول لك ايه؟ الكاوتش ده يوديني مطروح من القاهره ولا اغيره؟ طبعا المسافه كبيره جدا من القاهره لمطروح، مسافه كبيره. فتعالوا نشوف الناس بتقول ايه. واحد بيقول له ايه؟ غير الكاوتش وروح مطرح ما تروح. واحد تاني بيقول له يوديك الجنة يا اخويا، يعني الكاوتش ده ممكن ايه يوديك جنة عادل على طول. واحد تاني بيقول له ايه؟ اكيد ده ذكاء اصطناعي. صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ انتوا ايه رأيكم؟ ده ذكاء اصطناعي ولا الكلام ده حقيقي؟ طيب اكتبوا لنا في التعليقات يا جماعة ايه رأيكم. واحد تاني بيقول له ده مناسب جدا لمطروح عشان تتزحلق بيه على الرملة هناك. فعلا عشان خاطر يتزحلق بيه على الرملة هناك. ناس يا جماعة كلها بقى دمها خفيف ما شاء الله. طيب لو انت مكانهم وعاوز تعلق على الفيديو ده هتعلق هتقول ايه؟ واحد تاني بيقول له ايه؟ طيب ده الاكسدام فين الكاوتش؟ يا جماعة عشان خاطر ممسوح خالص فبيقولوا ده الاكسدام. بص تعالوا نشوف الصورة تاني كده ونرجع للتعليقات. بص الكوتش عامل ازاي. يا نهار ابيض، ايه ده يا عم ده رايح على المولد خالص. يا نهار ابيض يا جماعة. واحد تاني بيقول له ايه؟ استنوا كده يا جماعه، ايه ده اللي انا بعمله ده؟ ايه اللي انا بعمله ده يا جماعه؟ ما تضحكوش عليا بالله عليكم. هو اعملوا اشتراك في القناه يا جماعه، عاوزين نوصل ل 1000 مشترك عشان نفعل القناه. طب واحد تاني بيقول لك ايه؟ ما تروحش. واحد تاني بيقول لك ايه؟ طب ما تروح. واحد تاني يقول لك يوصلك لحد الكارتة وبعد كده غيره. هيغيروا فين يا جماعه؟ ما خلاص طالما مشي بيه خلاص على كده. ولا يقصد الاستبن يعني؟ واحد تاني بيقول له ايه؟ لو رايح زحاليق هيوديك يا اخويا لا تقلق. فعلا هو لو رايح زحاليق هو الكاوتش ده هيوديه على طول. واحد تاني بيقول له ايه؟ يوديك مطرح ما تروح، السلام امانه للي سابونا. يوديه بقى للاخره شكله كده، فبيقول له السلام امانه للي سابونا. واحد تاني بيقول له ايه؟ يوديك عند بتاع الكاوتش اخره. يعني هيوديك عند بتاع الكاوتش وانت تروح تغيره بقى يا عم، بلاش بقى توجع دماغنا. واحد تاني بيقول له بلاش اسراف وتبذير بقى، غيره لما ترجع ان شاء الله. هو كده. كده هيتزحلق على الطريق لما ايه. واحد تاني بيقول له ايه؟ ده يوديك السلوم مش مطروح، لسه شغال ما تقلقش. يا نهار ابيض. واحد تاني بيقول له الكاوتش ده مي- ما يطلعكش من جراج من الجراج يا غالي. يعني الكاوتش ده يا دوبك يطلعك من الجراج بتاع البيت. واحد تاني بيقول له إيه؟ هيوديك في حتة تانية خالص. هيوديه فين طيب؟ هيوديه فين يا جماعة؟ هيوديه الآخرة شكله كده. واحد تاني بيقول له كنت مسافر مكة مأمورية شغل، سلموني عربية كورولا قديمة لزوم الحركة، خدناها آخر الأسبوع مع زمايلي في رحلة للمدينة بغرض الزيارة. آخر طريق المدينة ببص على كاوتش العربية لقيت الأربع فرد بنفس الشكل بتاعك ده. المهم ما طولوش المهم ما طولش عليك. رجعنا اخر النهار مكة على نفس الكاوتش بسرعة، الطريق 140 وعدت على خير. طب الحمد لله يا عم ان هي عدت معاك على خير. ادعوا لنا احنا بقى نروح مكة يا جماعة، نفسنا نروح والله نعمل عمرة ان شاء الله. لو القناة دي اشتغلت بإذن الله وجابت لنا مكسب هنروح بيها نعمل عمرة بقى ان شاء الله. فالهمة معانا كده يا جماعة. تاني واحد بيقول لك ايه؟ والله هيوصلك انت ومرتاح، بس مش من القاهرة لمطروح، من القاهرة للآخرة عدل. واحد تاني بيقول لك ايه؟ يلففك حوالين بيتك بس كده، يا دوبك هتاخد لفة حوالين البيت كده. واحد تاني بيقول لك لا هيوديك الآخرة يا برنس، هيوديك الآخرة يا باشا. واحد تاني بيقول لك لا ده زي الفل ما تغيروش، والسرعة ما تقلقش عن 100 ما تقلش عن 120 عشان توصل بسرعة. ده عايز يوصله الآخرة ده. واحد تاني بيقول الزحليقة. يا نهار أبيض. واحد تاني بيقول له ايه؟ اتوضى وحط مسك وعطر نفسك واركب طريق السلامة. هو قصده يعني، وكمان يعني نسي يقول له انك انت ايه تلبس الكفن، يعني لو لبس الكفن يبقى كده. يبقى كده ايه مية مية. واحد تاني بيقول له الكاوتش ده يوديك في داهية، اطمن اطمن يا جدع يا عم اطمن، الناس كلها بتطمنك اهي. واحد تاني بيقول له ايه؟ لا هو يوديك اللي بعد من مطروح، اللي ابعد من مطروح يوديك الاخيرة بقى وخلاص. واحد تاني ايه؟ يقول لك لسه في 50,000 كيلو. يا نهار ابيض. واحد تاني بيقول له ايه؟ مطروح انت حر، انت حر يا عم الحاج.
واحد تاني بيقول له يا عم والله انا كنت ماشي بفردة كاوتش انتاج 2009. يا نهار ابيض، يعني من 2009 ل 2026، يعني حوالي 27 سنة. ايه يا عم ده؟ دي فردة كاوتش ايه ديت يا جماعة؟ ايه ده يا جدع ده؟ واحد تاني بيقول لك زي بعضه ما يهمش حاجة. واحد تاني بيقول لك ايه الافضل تغيره، ربنا يستر طريقك. احنا دخلنا في موجة حر مع احتكاك الكاوتش بالاسفلت، الموضوع صعب، بلاش مجازفة، ربنا يحرسك. الراجل ده بقى هو اللي ايه، اللي بيقول كلام لا عقلاني في وسط الناس دي كلها، بيقول له الافضل تغيره، ربنا يستر طريقك. احنا دخلنا في موجة حر مع احتكاك، طبعا في مصر عندنا الجو حر، بيقول له مع احتكاك الكاوتش بالاسفلت الموضوع صعب، بلاش مجازفة، ربنا يحرسك. بس كده كفاية كده، اعملوا لنا اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.